السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات يوميات زوزة. وبس قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي لسه بقى مشتركش في القناة ينزل تحت يشترك حالا فضلا وليس أمرا، هيلاقي كلمة اشتراك باللون الأحمر هتدوسوا عليها. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد وكل فيديو أنا بنزله، عشان تكونوا متابعين فيديوهاتي دايما على طول. هقول لكم بقى صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه، بس احنا طبعا كنا الصبح. صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين بتتابع قناه يوميات زوزة وبس. وجودكم دايما على راسي من فوق، وان شاء الله القناه هتكبر بيكم. طبعا انا فطرت عدي ولقي اول ما صحينا، اتوضينا وصلينا زي كالعاده بتاعنا يومنا الروتين بتاعنا اللي بيمشي يعني. اتوضينا وصلينا وشطفت كمان عدي ولؤي، وكنت غيرت لهم كمان هدومهم، فكنت فطرتهم بقى. فجيت بقى انا قلت عشان خاطر ايه افطر انا بقى. يعني انا اول ما بصحى بتوضى وبصلي عبال ما بشطف عدي ولؤي بفطرهم، بعد كده باجي انا افطر ايه في الاخر، عشان ما بعرفش ان انا اول ما اصحى كده افطر، يا اما اشرب لي اي حاجه كده يا اما استنى شويه وبعد كده بفطر يعني وكده اهو. طبعا عشان ما كنتش لسه شربت المشروب بتاعي فقلت بقى اعمله مع الفطار بتاعي. عملت كوفي ميكس وحطيت بقى اللي هو السكر الدايت دوت اللي انا بستخدمه. انا قلت لكم ده اول استخدام ليا، يعني دي اول تجربه اول علبه بس ان انا اجيبها يعني وكده. وعملت لي سندوتش جبنه رومي يعني وكده، او جبنه تركي على حسب زي ما انتم ما بتقولوا. هفطر ونشوف النهارده يومنا هيمشي ازاي وروتيننا هيمشي ازاي وخليكم مكملين معانا، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. هننضف النهارده ريسبشن مع بعض، وهنعمل برضو غدا سهل وبسيط كده اهوت. ان شاء الله بجد الفيديو هيعجبكم، وما تنسوش تعملوا بقى اللايك وتكتبوا لي كومنت عشان خاطر تشجعوني بيه. وشكرا بجد كل اللي بيكتب لي كومنت عشان خاطر يشجعني بيه. هنا بوريكم ان المطبخ بتاعي بصوا زي الفل ونضيف وتمام ومفيهوش اي حاجه. دي الكوبايات بتاعه الشاي بلبن زي ما قلت لكم، انا كنت لسه مفطره عدي ولؤي، كل واحد فيهم عملت له كوبايه شاي بلبن يعني وكده. بس فانا هاخد بقى الفطار كده واروح افطر، بعد كده اطلع عشان انضف الريسبشن بره. بصوا هنا بقى انا كنت شلت السجاد بس ما صورتش معاكم يعني وكده. بحاول ان انا دلوقتي اقلل من المده بتاعه الفيديو عشان خاطر بس ايه الفيديو بس ما يبقاش طويل، عشان تعرفوا برضو ان انتوا تستمتعوا بالفيديو وتتفرجوا عليه كله، وبرضو في نفس الوقت تشجعوني وتشاهدوا الفيديو كله يعني من اوله لاخره. بس طبعا انا شلت السجاد بتاع الريسبشن شلته كله. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا ايه الجزء بتاع الريسبشن دوت بيبقى اللي من جوه بيبقى نضيف، بس احنا بقالنا كتير ما شلناهوش. قلت بقى ايه نشيلوه كده اهوت مع بعض. وكمان قلت عشان اشيله وانفضه يعني وكده عشان خاطر اللهم صل على النبي. كان يوم عيد ميلاد لؤي لما ماما واخواتي وجولي كده، فكان ساعتها بقى بصراحه كان جوزي قاعد في الريسبشن بره، وهو وصاحبه واخويا يعني وكده، فكانوا قاعدين في الجزء بتاع الريسبشن. فقلت بقى انا لازم بقى اشيل السجاد وانفض، عشان هما كانوا قاعدين بقى بيشربوا سجاير يعني وكده بيدخنوا. فقلت برضه عشان لو كانت في سجاره وقعت على السجاده، حاجه وقعت على السجاده بتاعتي كده اهوت، فانا لازم امسك السجاد كده اهوت وانفضه. وقلت بقى انضف الريسبشن كله من اوله لاخره. انا اسفه طبعا على الاضاءه لان كنا بالنهار، فجيت انا مسكت الشباك اول حاجه نفضته، قلت انزل الاتربه اللي عليه وامسك بعد كده الريسبشن كله كده اهوت اكنسه. بس زي ما انتوا شايفين طبعا بزق كل حاجه من مكانها عشان خاطر بس ايه اعرف اكنس ورا منها يعني وكده. اللي وصل بقى لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط اللايك لزوز عشان خاطر الفيديو يترفع وغيركم كمان يشوفوا، عشان زي ما قلت لكم القناه تكبر بيكم ونكون اكبر يوتيوبر ان شاء الله باذن الله. وشكرا بجد كل اللي بيدعمني، وشكرا بجد كل اللي بيكتب لي كومنت عشان خاطر يشجعني بيه. عايزه اقول لكم انا كل مره لما باجي انضف الشقه طبعا باخد الجزء بتاع الريسبشن اللي هو اللي بره، بس طبعا قلت بقى ايه بقالي كتير بقى ما شلتش السجاد بتاع الجزء بتاع الريسبشن يعني وكده كله، فقلت بقى اشيل السجاد كله وانفضه واسحب بقى من تحت الكراسي الانتريه والكلام ده كله. اسفه جدا على الاضاءه، ما خدتش بالي من الاضاءه والله العظيم ان هي كده، غير بعد ما صورت بس اول مقطع ببص فيه لقيت الاضاءه عامله كده عشان كنا بالنهار. فانا استنيت كده لحد اخر النهار كده شويه وكملت بقى بقيت تصوير لحد ما كنت بقى سيقت الشقه، وكنت في حاجات كده كمان عملتها تاني في الشقه يعني اوضه الاطفال كنت روقتها وروقت اوضه النوم. فاستنيت بقى اخر النهار يعني وكده قلت بقى اكمل بقيت ايه الجزء بتاع الريسبشن معاكم عشان خاطر
تكون الدنيا ضلمت شوية عشان التصوير كمان، والاضاءة تكون اتحسنت عشان يكون ايه التصوير باين يعني عندكم يعني وكده. طبعا حبيت ان انا اغير اعمل نظام جديد. مش نظام جديد يعني ولا حاجه، بحب انقل بس الحاجات ايه من مكانها، من كل حاجه بحب ان انا انقلها بس ايه كده هوت من مكانها. حطيت المره دي على ترابيزه الانتريه، حطيت علبه المناديل وحطيت طفايتين كده، هما الطفايتين الكريستال. وشلت بقى الحاجات اللي عليه اللي هي كان طبق الفاكهه وبالبونبونيره والكاس، هوديهم بقى على الترابيزه اللي هي ما بين الكرسيين. بحب برضو ان انا اغير كل شويه، التغيير جديد، نظام جديد. لو بنقل بس وبص، لو بقل حاجة بسيطة بنقل من حاجة مكانها، من حاجة لحاجة، بحس برضو ان انا غيرت النظام شوية يعني وكده. طبعا انتوا عارفين يعني ساعة ما كنت بكنس مسحت الترابيزة، بس لازم برضو بعد ما افرش السجاد وكده، لما باجي افرش السجاد بحس ان في بتيجي برضو ايه حاجات على الترابيزة، فبحب برضو بعد ما افرش السجاد برضو المع الترابيزات تاني والرخام بقى والكلام ده كله. هتشوفوا معانا بقى في الاخر الريسبشن بقى عامل ازاي، بقى شكله جميل جدا جدا بعد بقى ما هنفرش الستاير كمان والبرائع، ونظبط بقى الحاجة بتاعتنا وهنخليها شكلها جميل برضو والشكل بتاعها حلو. هنا بقى على الترابيزة الصغيرة حطيت عليها البونبونيرة اللهم صل على النبي، وطبق الفاكهة والكاس. طبعا الورد اللي كان معايا ده ما كنتش عارفة بصراحة احطه فين، فقمت جيت حطيته بقى على الجزامة وخلاص. فبرضو يعطي شكل برضو ايه وحلو كده على الجزامة، بس حاسة ان برضو ايه في حاجات كتيرة على الجزامة، مش حابة برضو شكله على الجزامة. قولوا لي انتوا بقى كده انا هو احطه فين، لان انا بصراحة ترابيزة الانتريه شكلها رقيق كده بعلبة المناديل بالطفايتين يعني وكده. هظبط هنا اهوت بقى كده اهوت الستاير، افردها بقى كده كويس، ونقفل بقى كده الدنيا. احنا كده كده كنا مقفلين الشباك، نفرش بس الستاير كويس، ونظبط البرائع بس بتاعتنا ايه كويس يعني وكده. هنا بقى كنت بظبط الستاير عشان ما كانتش راضيه تتشد معايا. هظبط بقى الشلت في الشلت، لو محتاجه تظبيط اظبطها، ارجع كل حاجه مكانها يعني وكده. كانت الموبيليا من فوق بس كده متطربه حاجات بسيطه، قمت جيت مسحتها، الموبيليا اللي هي بتاعه الانتريه. عندي البخاخه ده بقى فيها ميه وخل، ابتديت ان انا ارش بيها على الورد عشان الورد كان متطرب، الورد اللي هو في الريسبشن ده عندي. قلت طب هو كده كده ميه بخل عادي، مش هيجرى حاجه للورد يعني ولا كده، هيديله بالعكس هيديله لمعه من الميه وهينضفه يعني وكده. فبقيت ارش بالبخاخه يعني وكده. لما لقيته ان هو بقى بيلمع معايا فوقفت يعني وكده. هنا بقى خلاص وكنا عملنا كل حاجة، ابتديت بقى كل حاجة خلصت بقى كده خلاص، الريسبشن بقى خلص كده معانا. ابتديت بقى ان انا المع النيش بتاعي. النيش زي ما قلت لكم انا الموبيليا عندي بحب ان انا المعها بالملمع بتاعها، او بلمعها بالجاز يعني وكده. البخاخة اللي معايا ديت كانت فيها جاز، برش بس كده رشه، ببتدي بس ان انا امسح بالفوطه، فبتخلي بصراحه الموبيليا عندي بتلمع، وبيخلي كمان الخشب ذات نفسه كده بيلمع. وكمان الخشب كمان لما بنعمله بالجاز بنحافظه برضو عليه من اي سوسة ممكن تجيله، كده يعني. بس انا همسح اول جزء بس كده من النيش معاكم، همسح اول جزء بس كده من فوق، وهكمل انا بقية الجزء بعد كده من تحت ايه مع نفسي. وهمسح كمان برضو باب الشقة هتشوفوه في الاخر بس مش هجيبه معاكم. وهمسح برضو الجزامة بس برضو مش هجيبها معاكم يعني كده. بعمل بس من كل حاجة كده جزء عشان تشوفوا بس النتيجة ايه في الاخر عاملة ازاي. بصوا طبعا شايفين السجاد بصوا جميل جدا، احسن حاجه السجاد الغامق بصراحه مش يعني بيبقى نظيف وبيستحمل معاكي لفتره طويله والمده طويله يعني وكده. بصوا بقى شايفين بقى الشكل والجمال والحلاوه والمنظر بعد ما الريسبشن بتاعنا خلص. لازم كده كل فتره تمسكي حاجتك تنفضيها وتعمليها. بس الكلام ده بقول كل فتره لو انت مش بتستخدمي المكان اللي انت قاعده فيه. يعني انا عشان الريسبشن بس يعني قعدتنا مش فيه، فكل فترة كده بمسك الريسبشن كده بقلبه من فوق لتحت اهو. ادي الستاير بالبرائع والحيطان كمان بصوا ما شاء الله عندي نضيفة، وكل حاجة عندي نضيفة وزي الفل اهو.
احلى حاجه عندي ان الريسبشن بص مخصص لوحده، يعني ايه، في جنب كده لوحده من اول الطرقه بقى، التلات اوض، المطبخ، الحمام، يعني عشان لو في حد قاعد في الريسبشن، جوزي مثلا وصاحبه مثلا، انا ببقى اخده راحتي جوه، من المطبخ للأوضة أو الحمام أو الكلام ده كله. فأحسن حاجة عندي في الشقة إن الريسبشن دوت فاصل كده ما بينه وما بين الأوض وما بين الحمام والمطبخ. طبعا بوريكم النيش كله من فوق من تحت، وبوريكم كمان باب الشقة ان هو بصوا بيلمع ونضيف وزي الفل، ولا متطرب ولا أي حاجة. وحلوة جدا دي الآية القرآنية اللي متعلقة برضو ولا الباب، جميلة جدا. وكمان هنا بوريكم الباسكت بتاع الكمامة، غيرت له الكيسة بتاعته برضو ونضيف. يعني عامة انا كل ما باجي انضف اي اوضة واي مكان عندي في الشقة لازم اغير الكيسة بتاعة الكمامة، يعني بتاعة الباسكت الكمامة يعني وكده. هنا كمان بصوا يا بنات الرخامة عندي بصوا بتنضف، يعني نضيفة ولمعة وجميلة، بتلمع وجميلة. لكن الحتت اللي هي من على الجنب دي او من على الطروف مش عارفة لونها ليه عامل كده، يعني هي مش مجيرة ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم بالمية يعني مش بتطلع، بالجاز مش بتطلع، باي حاجه، بالزيت جربت عليها احط نقطه زيت عشان الزيت يلمعها برضو مش بتطلع. هي مش متبهدله ولا حاجه، بس هو اللون بتاعها متغير، لون الرخامه اللي هي الطروف دي من على الجنب اللون بتاعها متغير، مش عارفه بقى ليه كده. فجربت معاها الجاز، الرخام، الزيت، الميه. فلو في حد عنده حل ممكن يقولي عليه يعني وكده. هنا بقى دخلت اعمل الغدا. طبعا الغدا بتاعنا النهارده سهل وبسيط، مكرونه وكبده، حاجه بسيطه بس كده اهوت، ومش مكلفه برضو خالص، وممكن تعمليها برضو في ايام الاسبوع، وحاجه جميله جدا. زي ما قلت لكم قبل كده انا ما باكلش اي نوع كبده تانية، ما باكلش بس غير الكبده اللي هي بتاعه الفراخ يعني وكده، الكبد وقوانص بتاعه الفراخ. لكن اي نوع كبد تاني بصراحه انا مش باكله. طبعا جبت الطاسة عندي، حطيت فيها نسبة صغيرة جدا من الزيت، لان الكبد القوانص بتبقى فيها آه نسبة من الدهون يعني وكده اهوت، فالدهون دي بتسيح وبتبقى عاملة زي الزيت او السمنة يعني وكده. فهي دلوقتي انا حطيت نسبة بس صغيرة من الزيت، وهي هتكمل دلوقتي مع نفسها. بصوا انا بحطها كده اهوت على النار لحد ما تنزل ميتها خالص. بصوا هي كده، بصوا نزلت الميه بتاعتها خالص، وبستنيها لحد ما تشرب بعد كده الميه بتاعتها. هي الكبده بتسوي نفسها بنفسها، يعني اول ما بحطها على النار بتنزل ميتها. طبعا احنا بنكون غاسلينها ومصفينها وكله تمام، بس اول ما بنحطها على النار وبنحط فيها نسبه صغيره من الزيت هي بتنزل ميتها، وبستنى عليها شويه لحد ما تشرب الميه بتاعتها، عشان هي بتسوي نفسها بنفسها من الميه بتاعتها اللي هي بتنزلها. طبعا هنا الحله التانية كنت حاطه فيها ميه تغلي، وحطيت فيها نسبة صغيرة من الزيت ونسبة صغيرة من الملح، وحطيت عندي كوبايتين من المكرونة كده اهوت عشان خاطر اسلقهم يعني وكده. زي ما قلت لكم انا هعمل مكرونة وكبدة. بس هنا بقى هستنى الكبدة لحد ما تتشرب المية بتاعتها، وهنشوف دلوقتي احنا هنحط لها ايه وهنعمل فيها ايه. طبعا انا الصلصة كنت عاملاها صلصة المكرونة، يعني بصلة وعصير طماطم ومعلقة معجون صلصة وفلفل اسمر وكمون وبهارات يعني وكده وبابريكا. بصوا هنا بقى استنيت لها الكبده بتاعتي لحد ما شربت الميه بتاعتها، بعد كده بقى نزلت بايه، بليمونه او نص ليمونه يعني وكده اهو، بعصير ليمون. وهنا هحط كمان معلقه كبيره من الخل، وعندي معلقه توم. هبتدي ان انا اقلب كل الحاجه ديت مع بعض. كمان هحط البهارات بتاعتي. استنيت شويه لحد ما قلبتهم لحد ما الكبده خدت نكهه من الخل والليمون والثوم. بعد كده نزلت بواحده مرقه دجاج مكعب بيخلي الكبده جميله والله العظيم جدا. حطيت بقى كمون وحطيت السبع بهارات، وهبتدي بقى ان انا اقلب الكبده بتاعتي. لو عندك فلفل اللي هو الرومي الالوان يا سلام بقى، قطعيه بقى مكعبات صغيره كده وحطيه في قلب الكبده، بيخلي الكبده طعمها جميل والشكل كمان بيكون حلو، والريحه كمان بتكون حلوه. يعني بصوا كل حاجه شكل وطعم وريحه بيخليها كل حاجه حلوه. هحط كمان الملح. بس كده الكبده بتاعتي مش هحط لها اي حاجه تانية غير الطماطم والفلفل. طبعا عشان زي ما قلت لكم لو عندكم فلفل الوان حطوا، انا ما عنديش، فعشان اغير بس من شكل الكبده
بتاعها قطعت طماطمايه، بس الطماطمايه دي بتكوني مصفيه الميه بتاعتها، يعني هي لازم طماطمايه تكون جامده عشان ما يكونش فيها ميه ولا اي حاجه. وكمان بتحطيها في الاخر خالص مش في الاول، عشان الطماطم لو حطيتيها في الاول ما تتبلش معاكي وتبقى عامله زي الصلصه. يعني انا بحطها في الاخر خالص، بحطها في الاخر خالص بعد ما الكبده ما بتستوي معايا، بحطها وبعد كده بديها تقلبتين وبطفي على طول. يعني في اخر دقيقه كده من الكبده بحط الطماطمايه بتاعتي، طماطمايه ونص قرن فلفل حار يعني وكده. الكلام ده لو بيحب الناس اللي بتحب الاكل الحار. هنا بوريكم قد ايه ان المكرونه بصوا بتاعتنا مفلفله وجميله. احنا بعد ما اتسلقت ادينا شطفه كده بالميه، وكده كانت المكرونه بتاعتنا خلصت خلاص. وادي برضو الكبده خلصت خلاص. بص الطماطم فيها باينه ازاي واحده بوحدتها من الطماطم، لان انا يا دوبك بس كده حطيتها ودقيقه بس كده من وهي محطوطه على النار، وتيجي بقى طفيت عليها. هنبتدي بقى نقدم الاكل كده اهوت معانا. هي مكرونه وكبده وحاجه سهله وبسيطه يعني وكده. بس اقول لكم انا بعشق الكبده ديت، الكبده اللي هي بتاعه الفراخ بحبها جدا بصراحه. كمان في سندوتشات العيش فينو بتبقى جميله جدا. هنا برضو اللي هي الصلصه بتاعه المكرونه. بصوا بقى احنا عندنا من ما بنحبش مثلا لو بنسلق المكرونه لوحدها وعاملين الصلصه لوحدها، ما بنحبش نقلب ده في ده. بنحط طبقه المكرونه كده، طبق المكرونه وفوق منها كام معلقه من الصلصه، وفوق منها الكبده، واللي عايز بعد كده بيجي ياكل بيقلب بعد كده كله مع بعض. ادي الكبده وادي المكرونه اللهم صلي على النبي. المكرونه